بسم الله الرحمن عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، النهاردة هنعمل تفريز البطاطس لطول السنة، مش عشان رمضان بس، ولكن لرمضان ولغير رمضان. يعني انت الطريقة اللي هنعملها دلوقتي دي تعمليها طول السنة. هنعمل منها مقلي، وهنعمل منها طبيخ، وهنفرزها في اكياس ونحطها في الفريزر. طبعا زي ما انتم شايفين كده البطاطس بكل الاحجام اهي، حجم صغير وحجم كبير. طبعا انا استغليت ان البطاطس رخيصه، والكيلو ب2.5، وفي الصغير اللي زي كده الصغير اللي زي كده ب1.5 جنيه. بس انا جبته كله على بعضه يعني ب2.5 الكيلو. طبعا انا حطيته في ميه عشان اشيل الطينه اللي فيه، وبعد كده هقشره وهوريكي ازاي هنفرزه، وازاي نعمله ازاي يعني عشان تحتفظي بيه طول السنه. كده حبايبي قشرنا الكميه كلها اهي، نضفناها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني كان في مثلا زي كده اللي هو ده قشر، لما بالسكينه ان شاء الله هنطلعه. تمام. هنقطعه دلوقتي بعد ما هخلص خالص كده. هو نضفته، كل ما تفضل ميه تحط ميه غيرها نظيفه عشان تبقى برضو البطاطس حلوه كده وما فيهاش اي شيء. تمام. والقشر ده وانا بقطعه ان شاء الله هطلعه، عشان القطاعه مش بتطلع القشر الرفيع ده. هقطعها بس تتقطع بحجم كبير. الصغير اللي زي كده هيتقطع حجم صغير وتحط في كيس لوحده، والكبير ده هنقطعه مع بعضه عشان يبقى الكبير الصوابع بتاعتها كبيرة، والصغير نحطه في كيس لوحده عشان ما يطيبش الصغير قبل الكبير. وان شاء الله هقطع ان شاء الله كده هوريكم، وهنحطه نفرزه، وازاي اوريكم نفرزوه ازاي. خليكم معاي. هقطعهم وارجع لك. كده حبايبي قطعنا البطاطس اهي. ده اللي عملناه حلقات. بص كده كبيرة ازاي كده وحجمها ازاي، كلهم بالشكل ده. يعني يكون الحجم كبير شوية عشان يستحمل لما تطلعيه ما يتفتفتش منك. وبرضو نفس الصوابع اللي هتعمليها مقلية تبقى بالشكل ده. وبرضو ده اللي طلع صغير. طبعا ده اولا ده بتاع الطبيخ، هنعمله في ميه مغليه عليها خل وملح. مش ضروري ملح، او ممكن نص معلقه ملح وخل. تكون ميه مغليه ونحطه فيه، نستنى يعني زي يعني يعني 3 دقايق ونطلعها. ودوت هنقليه في زيت، بس هيبقى ربع جليه مش نص جليه. برضو ياخد زي ايه 5 دقايق كده على في الزيت، وهنطلعه. هعملهم ونرجع عشان اوريك هنفرزهم ازاي، وتبقى تستعمليه ازاي يعني. كده حطينا الزيت حبايبي اهو، يا دوبك بس يا دوب ياخد يعني زي 5 دقايق كده، يعني يطلع ني برضو زي ما هو، بس المهم ان ياخد صدمه في الزيت. يعني كده يا دوبك يشم الزيت كده، عشان بعد كده لما نيجي نفرزه نطلعه على الجلي تاني، هنجليه تاني. بس هوريكم الطريقه ازاي. ادي حاطه حله اهي على النار، حطيت لها ملح، وهحط لها خل،
وبعد ما تغلي هنحط فيها البطاطس اللي هي بتاعت الطبيخ. خمس دقايق كده، ما تزوديش، يعني ممكن 3 دقايق برضو، وبعد كده نطلعوهم ونحط غيرهم. كده حبايبي خلصنا سلج، يعني مش سلج، ربع سلج، يعني بص كده نية زي ما هي يعني بص نية زي ما هي، مستحيل يعني ايه. بس المهم ان هي تتحط على النار، يا دوبك المية تغلي، تكون حاطه لها نص كوباية خل ومعلقة ملح، وتسيبيها تتحط فيها، تتنقعيها في الماء المغلية، وبعد كده تطلعيها، يعني يا دوبك تفور كده فورة واحدة وتروح تطفي عليها، تبقى نية بالمنظر ده. والبطاطس دي برضو نية لسه عايزة طياب، برضو هتطلعيها زي كده هي، يعني يا دوبك خدت صدمة في الزيت لمدة يعني 5 دقايق. بعد كده لما تتجلي تاني هتبقى مجرمشة وحلوة خالص. هنحطهم في اكياس على قد الكمية اللي انت هتستعمليها. تحطي مثلا في الكيس طبخة او جالية زي ما انت تشوفي نفسك عايزة ايه يعني، ونفرغ منهم الهواء ونفرزهم لحد ان شاء الله ما تحتاجيهم، تخليهم لرمضان، طول السنة برضو بالمنظر ده اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. المهم ان كده الطريقة ممتازة خالص، ويا رب ان شاء الله تفيدكم. انا هعبي الكياس كلها كده قدامكم اهو، واحطهم بعد كده في الفريزر. عامله لهم درج كامل للتفريزات، اللي هي الحاجات اللي انا هعوزها مثلا في رمضان بالمنظر ده. مثلا هعوز كد طبق كبير، عشان احنا بنعتمد على البطاطس والفول والحاجات اللي هي جبنه والكلام ده، يعني في رمضان اكتر شيء بنعتمد عليه. في السحور او الفطار مش مشكله يعني. هنعمل زي كده اهو كويس. لو انت مثلا جالك ضيوف عايزه تزودي برضو، تروحي انت تطلعي كيس تاني، مش هيخسر يعني، طلعي منه الهواء خالص كده اهو. وعايز تربطيه، عايزه تعمليه براحتك اهو. تمام كده اهو، تفرغ منه الهواء وتحطيه وترصيه كده اهو، يقعد معاك من السنه للسنه بالظبط، من السنه للسنه. ويا رب كده تستفادي منه. واعمل لكم كمان كيس من اللي هو الطبيخ، البطاطس اللي هنفرزها للطبيخ. برضو تعملي على قد الطبخة، ما تزوديش، عشان يفضل محتفظ يعني ما يبقاش تهدريش يعني هنحط مثلا على قد طبخة. طبعا احنا البطاطس بنحطها يعني ايه، يا دوبك تبقى طبق او 2 مش كتير يعني، عشان برضو العيال بيعتمدوا على الرز، على الحاجات دي كده يعني. لو كده كويس خالص اهو، لو كده اهي طبخه اهي برضو كويس خالص خالص. نطلع الهواء منيها خالص كده اهو. دي تعمل لها طبقين حلوين خالص اهو. نفرغ الهواء خالص منيها كده اهو. بعد كده نربطها. لو عندك لحم مثلا تلحميها زي ما كنت اعملها لكم بالمكوى، بس انا حسيت انها كده طالما فرغت من الهواء خلاص اهو بالمنظر ده. هكمل بقيه الكميه دي كلها سواء كيس ده او دي، وارجع لك تاني. حبايبي كده خلصت، انا كيست كل زي ما انتم شايفين كده دوت الجلي اهو، وده اللي هو الطبيخ زي ما قلت لكم. لو عايزه تعمليه برضو ترك مكعبات برضو صغير، ممكن تعمليه بنفس الطريقه. طبعا احنا بعد ما صفينا الزيت من المجلي دوت اللي جلناه، مش نص جليه، ربع جليه. ودوت طبعا بعد ما صفيته من الميه خالص وبرد خالص، حطيت له اللي طلع الزيت اللي صفيته من الزيت دوت من البطاطس دي، حطيتها عليهم عشان يتغلف وما يمسكش واحده، تبقى كل واحده طالعه وحديها كده اهو. بص كده ما يمسكش في بعضه. وكيسته كل كيس على كد طبخه، كل كيس على كد طبخه، وكل كيس من دوت على كد برضو وجبه يعني، زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب كده يكون صلاة المغرب. كده يا رب اكون عملت لكم شيء مفيد وتستفادوا منه. اروح احطهم دلوقتي في الدي فريزر، وبعد كده هعمل لكم جوله في الفريزر، وايه اللي خزنته وايه اللي فرزته قبل رمضان ان شاء الله اكون خلصت كل التفريزات. انا بقول لكم اهو، انا مش بشجع التفريزات الا اذا كانت التفريز ده ضروري جدا. زي مثلا البطاطس رخصت بقت ب2.5، الطماطم بقت بجنيه ونص،
الحاجات الفراولة برضو الحاجات اللي هي البسيطة اللي بترخص خالص وبعد كده في رمضان بتغلى جدا، هي دي اللي بنفرزها. وإن شاء الله يا رب تستفادوا، وأسيبكم عشان أحضر فطار المغرب. يا رب يوعدنا ويوعدكم كده يا رب إن شاء الله بحج في شهر في السنة دي لبيت الله الحرام، ويبلغنا رمضان إن شاء الله. حبايبي في الله، إذا عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشجعيني، شير الفيديو لاصحابك وحبايبك، واشتركي في قناتي لو مش مشتركة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.